هيلعبوا عالي على الزمالك، وكولر عارف ده كويس، ودي نقطة مهمة جدا في تشكيل النادي الأهلي. النادي الأهلي هيلعب بشوبير المتألق مؤخرا في حراسة المرمى، قدامه عبد المنعم ورامي ربيعة اللي مفيش بديل عنهم. الباك الشمال علي معلول، الباك اليمين أكرم توفيق. نص الملعب مروان عطية، قدامه السولية وإمام عاشور. الهجوم موديست، الشحات وبيرسي تاو. كولر هيستغل ثقة لاعبي الأهلي أمام الزمالك بإنه هيلعب بتكتيك هجومي يتمثل في إن الباكات هتزيد لقدام في حالة الاستحواذ، ومع وجود السولية ومروان عطية في نص الملعب مع إمام طبعا هيكون في مرونة كبيرة في نقل الكورة من الدفاع للهجوم. وجود أكرم توفيق في الباك اليمين هيقفل الجبهة الأخطر على الزمالك، وهي جبهة الشمال اللي من المتوقع يكون فيها فتوح، وطبعا من الذكاء إنه يلعب بأحمد سيد زيزو في الشمال عشان يضغط على جبهة النادي الأهلي. هل الزمالك هيعمل كده ولا هيلاعب زيزو ناحية اليمين؟ الموضوع متوقف على بداية شيكابالا اللقاء من عدمه. لو شيكابالا بدأ هيكون يمين وزيزو شمال، عشان كده لازم يكون في تغطية دفاعية من بيرسي تاو ومساندة لأكرم توفيق. أكبر نقطة ضعف عند النادي الأهلي هي في العمق الهجومي في ظل وجود موديست اللي لا تقدر تعتمد عليه كمحطة أو يتحرك ويستلم ما بين الخطوط، أو حتى تلعب عليه كرة عرضية. من الآخر الأهلي بيلعب ناقص لاعب في الهجوم. طب إيه الحل؟ الحل هو إن لازم إمام عاشور يتحرر تماما من الأدوار الدفاعية ويتفرغ لاستلام الكرة في المنطقة في نص ملعب نادي الزمالك. لازم يكون موجود ويطلب الكرة سواء من الأطراف أو من مروان عطية والسولية، ويبعد عن ناحيته المفضلة ناحية حسين الشحات اللي كنا في الماتشات اللي فاتت دايما بنشوفه ضامم عليه طول اللقاء. لازم يكون موجود كأوبشن باص أساسي في التلت الهجومي في الملعب، وهو اللي يقود الهجوم. نروح لطريقة لعب الزمالك. أولا لازم نستغل نقطة الثقة اللي عندنا ضد فريق الزمالك ونحاول نسجل بدري في اللقاء. المباريات السابقة أثبتت إننا كل ما نسيب الزمالك يلعب بدون ما يستقبل هدف كل ما لعيبته تاخد ثقة وتثبت أقدامها في الملعب. ولكن في اللقاءات اللي سجلنا فيها بدري كان الماتش بيكون أسهل كتير علينا. تاني حاجة هي عبد الله السعيد اللي يعتبر أهم لاعبين الزمالك حاليا، وهيكون بدور صانع اللعب وقائد خط هجوم الزمالك. عبد الله السعيد مش بيفرق معاه الرقابة سواء مان تو مان أو إنك تقفل عليه المساحة، كده هيعرف يحط المدافع في ظهره ويطلع الباص الصح. ولكن نقطة ضعف عبد الله الأساسية هي الجانب البدني. في النهاية عبد الله السعيد هيتحرك في مساحة محدودة في الملعب وبعدين يطلع الباص. عشان كده مش لازم مراقبة صريحة مان تو مان ملهاش لازمة، ولكن لازم أقفل على كل المفاتيح الهجومية لنادي الزمالك بحيث إنك تقلل من خطورة باصات عبد الله السعيد وتحد من قدرته على صناعة اللعب، خصوصا الجبهة اليسرى للزمالك لو تواجد فيها فتوح وأحمد سيد زيزو. الجبهة دي لو ما اتقفلتش تماما هتشكل خطورة في ظل وجود عبد الله السعيد. عشان كده لازم بيرسي تاو يلتزم دفاعيا بشكل كبير. مشكلة الأهلي الأساسية هي عدم وجود دكة، يعني لو ظروف الماتش طلبت تغيير اضطراري وخصوصا في الدفاع لا قدر الله انت ما عندكش حد بره، او حتى تنزل لعيبة احداث الفارق. حتى كهربا اللي تعتبر دي ماتشاته مغضوب عليه من كولر. ولذلك الملخص اننا لازم نسجل بدري ونخلص على الزمالك في الشوط الاول. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع تحليل المباراة بعد فوز الأهلي إن شاء الله.